يعني اول سي دي ده عليه مكالمه تليفونيه بينه وبين محرره صحفيه في احدى الصحف المستقله. مظبوط. تمام. ورئيس التحرير رفعت. هي الصحفيه دي مش موجوده. لو المكالمه زي ما بقول متفبركه، طب ما تطلع تتكلم البنت. ادي واحد. اتنين، انا بقول تاني يا استاذ عمرو، لو الصوت اللي نزل على موقعك. بسألك سؤال بس لحظه، المكالمه دي اتسجلت ازاي؟ دي يسالوا هما الاثنين. يعني مين سجلها، شوبير ولا الصحفيه؟ لا، هما اللي يسالوا فيها، هما اللي طرف. انت ما تعرفش؟ ده واضح ان في علاقه. عمرو، انت لما تسمع المكالمه كلام لا يليق بنت تقول له اللي هو راجل وراجل يقول بنت، وبعدين بيتكلم بطريقه بذاءات، بيتكلم عن ستات مصر بطريقه بذيئه. هو انا هعمل كذا في ستات مصر وادفع كمان فلوس؟ ما ينفعش الكلام ده. وانت بتطلع بتدي عظه في القناه، والولاد اللي بتوع التراث الاهلي الشبان الصغيرين اللي هم لسه طالعين بتشتمهم، ويوم ولا سنه مصورهم وهم بيسلموا على بعض. سلموا على بعض ايه؟ ده كلام بذيء ما يتقالش. المهم التاني بقى عليه. اكمل بقى كده. استاذ عمرو، بقول تاني، إذا كان الصوت الذي أذيع على موقعه وعلى المواقع الأخرى ليس صوت أحمد شوبير، مرتضى منصور سيقدم للمحاكمة. مظبوط. وسأظهر في برنامج بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطان والتزوير، لأن بزور بقى أهو. هطلع يا أستاذ عمرو بعد ما أتحاكم وانا داخل لابس البدله الزرقاء وداخل على عربيه السجن كده، هعتذر اقول يا جماعه انا عايز اعتذر لاحمد شوبير. لكن لو المعمل او الخبير الاصوات قال لي ان ده صوتك، قال لي طلب واحد، ما تنزلش مصر تاني وتقعد في طنطا، ارجع بلدك طنطا، البلد الجميله المحترمه اللي الناس عشان هم هيحاكموك هناك وهيحاسبوك هناك حساب عسير، لانك ما قلتش الفاظ بذيئه. بس لا، انا بقول يا جماعه اصل الموضوع سهل جدا. الخبير ياخد بصمه الصوت متركب، خلي بالك مش صوتك. طيب. انا بتحمل المسؤوليه. اذا افترضنا ان الصوت اللي موجود ده صوته، تفتكر من مصلحه راجل زي احمد شوبير ان هو مثلا مكالمه خاصه بينه وبين اي حد يحطها على الانترنت والناس تسمعها؟ اعتقد ده صعب او مستبعد. هو نفسه طلع، ما هو بص انا عايز اقول لك، جنون الشهره وغرور المال يخليك تعمل اي حاجه. هو نفسه طلع في برنامجه قال يا مرتضى وكل المشاهدين خش على الموقع شوف انا عامل فيه ايه، فهو بيتفاخر. يعني انت عايز تقول ان هو اللي حط ده على الموقع بالظبط. وزي ما حط شهادات مضروبه ان انا بهرش، ان انا مجنون، واخد بالك، هو فرحان بده. طب اسمح لي هقول لك حاجه بصراحه، يعني ناس كتيره جدا بتقول ان الموضوع كله فبركه، ولا في سي دي ولا في حاجه، والموضوع كله فرقعه من مرتضى منصور. اللي هو نون فيهم اللي هو بتاع البنت هبه ولا لميا؟ هو في كام سي دي؟ ما هو في بتاع هبه بتاع الصحفيه اللي هم الاثنين اللي فيه الحوار البذيء اهو، وبتاع لميا اللي هي قالت فيه احنا بنتاجر في الريود دخلناه مصر اهو. تحب تسمع نون الاول؟ والله بص يا استاذ مرتضى، انا بفرق ماليش مساحه. اذا يعني طبعا لازم نحترم خصوصيه الناس، اذا في سب وقذف او في كلام احنا هنسمع بعض الاجزاء من الاثنين بعد اذنك. انا معلش عشان نتاكد، عشان مصداقيه، عشان انك انت لما تطلع في البرنامج يا استاذ عمرو وتقول انك سمعت الشريط بالكامل انك هتذيع الجزء اللي ما هوش سباب وبذاءات، يبقى انت راجل صادق عند الناس وانا ايضا صادق عند الناس. طيب نسمع يا سيدي، لو في عند حضرتك هنا كمبيوتر. اتفضل. هذا الكلام دلوقتي يا سياده المستشار بس انا برضو عايز اقول حاجه، دي لا تعد الا ان تكون مكالمه خاصه. اذا افترضنا ان هذا الصوت صوت احمد شوبير فدي مكالمه خاصه، يكون حد سجلها بقى. طب ليه ما يكونش الصحفيه دي هي اللي سجلتها له كمكيده او كمين فيه؟ يا استاذ عمرو دي مشكله الصحفيه والولد. انا قصدي ببلاغك انت، يعني انت غاضب من احمد شوبير ان هو بيشتمك في هذا الكلام اللي سمعناه دلوقتي. تمام. هي ليك ان يتقال على والدتك هذه الالفاظ؟ لا طبعا، لا طبعا. هي ليك ان يقول انه بيخصص برنامج؟ بس هذا الكلام لو كان قيل في برنامج يبث على الاذاعه العامه. ما جبت موقعه من الموقع. ما انا بقول لك مش احتمال يكون في كمين ويكون هو ما يعرفش هذا الموضوع. دي مش مشكلتي انا، دي قضيته هو. طيب لان هو قال اسوأ من ده واوسخ من ده في قناته. طيب انت طلعت قلت معاك سي دي تاني معاك دلوقتي، وقلت في البلاغ اللي انت قدمته لمعالي المستشار النائب العام انت تتهم انه هو يدخل مخدرات للبلد، وانه هو دخل عربيات مهربه للبلد، وتطالب باقرار الذمه الماليه بتاعه، واتهامات عريضه جدا جدا. على اي اساس؟ استاذ عمرو انا كنت واضح في بلاغي انني تلقيت هذا السي دي على مكتبي، وهذا السي دي عندما شغلته ده غير ده طبعا الثاني هجيبه لك، ما انا هشغله لك دلوقتي. عندما تلقيته وشغلته لقيت سيده بتقول انها مرات احمد شوبير،
هي التي توجه له هذه الاتهامات وتعترف على نفسها او عليه. انا مش طرف في الموضوع زي ما انا مش طرف في السي دي الاولاني. واللي بس انا عايز اوضح ان البنت الصحفيه دي اللي بتقعد تقول له انها كلمتني وكلمها لم يحدث. لا قابلتها ولا كلمتها، بس واضح انها ايه عشان يشغلها بتعمل معاه شغل يعني. هو كان مكلفها تقريبا مأموريه انها تسرق السي دي الجنسي اللي هو حضرتك لاحظت ان بيقول ما بنامش هجيب اي طريقه، واخد بالك. هنسمع بقى بطله السي دي الجنسي ماذا تقول عن احمد شوبير. ممكن بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. كده الكلام هيبقى كلام صعب، لكن لسه الهيروين عايزين نسمع الهيروين. طبعا انا بس يعني الحقيقه يا استاذ مرتضى يمكن انا سمعت الكلام. هل الشخصيه اللي بتتكلم دي شخصيه حقيقيه موجوده؟ بالتاكيد. اسمها ايه؟ لمياء ناصف. تعرفها حضرتك؟ عمري ما شفتها. وما تعرف ان اسمها لمياء ناصف؟ لان جالي جواب اللي فيه الظرف اللي فيه السدايه. هل تاكدت ان فعلا في حد اسمه لمياء ناصف؟ بالظبط كده. موجوده هنا في القاهره؟ بالظبط كده. وعندك محل اقامتها؟ مكتوب على الظرف. هل انت عندما تقدمت للنائب العام ببلاغ ضد الكابتن احمد شوبير ارفقت به بيانات مدام لمياء ناصف؟ الظرف بالسدايه وقلت له حق. طبعا موضوع خطير يا جماعه، ما فيش فيه هزار. الحاجات دي فيها هزار. ما هو البلد لو كده وواحد يقول لك بيدخل هيروين، دخلنا مع بعض هيروين واخدوها فاسده، ما فيش هزار. ده تبقى مصيبه، احنا في كارثه. ما فيهاش بقى اصل مراتي بتصلي وبنتي محجبه واصل مرتضى بيشتمني. اصل مسؤوليه هذا الكلام تقع على قائله هذا الكلام. برافو عليك. مظبوط. تمام. القانون بتاع انا واضح من اول دقيقه قلت له قانون الاجراءات الجنائيه كل من علم بجريمه فعليه ان يبلغ بها. انا علمت بجريمه قدمها لك. لمياء دي شخصيه موجوده. قالت اسماء وعد احمد خلف، قالت رانيا الشاعر، قالت اسماء يا جماعه موجوده. وطبعا انت سمعت استاذ عمرو شيء. وقد تكون مدعي على الراجل ويكون الراجل بريء. انا لست. ما احنا لغايه النهارده احنا بنسمع كلام. ده مش كلام حضرتك سمعت منها. ده كلام. انا على فكره يعني هي لما تتهم نائب محترم في مجلس الشعب واعلامي معروف وكبير ان هو راجل بيتاجر في المخدرات وبيجيب عربيات يبيعها في مصر بشكل غير قانوني، وان هو متجوزها عرفي، كل هذا الكلام كلام خطير. كلام خطير. تمام. وله حق التعقيب عليه يا استاذ عمرو قدام النائب العام. استاذ عمرو لو هو صح ما يروحش على الدكتور فتحي سرور يقول له النبي ما ترفع الحصانه. ارفع يا اخي الحصانه عشان نشوف الناس دي. ما هو طول ما هو الحصانه. هل الكابتن احمد شوبير سمع هذا السي دي؟ ما اعرفش، دي مشكلته هو. انا قدمته له. انت عندك معلومات انه سمعه؟ هو بيتكلم عنه على فكره. قبل ما اقدم السي دي ده للنيابه طلع في قناته هو. انا قدمت الاول اللي هو بتاع البنت. ايوه. اللي هي الصحفيه اللي شاهدني فيها. قال لك اسمها ايه الصحفيه دي؟ اسمها هبه غريب. وعرفت اسمها منين؟ من نزل خبر في صحيفه الفجر ان عادل حموده فصلها. واخد بالك؟ فعرفت اسمها كذا، لكن في الحديث بيقول لها هبه واضح الكلام. وهي لم تراني ولم تحدثني ولا مره. وواضح انه كلفها بمأموريه انها تسرق السي دي اللي عندي. طب مش ممكن ده يكون حد مثلا عامل مكيده لاحمد شوبير بيلفق له وعايز ينتقم منه؟ اللي بيلفق، خصوصا انها ذكرت اسمك اكثر من 10 مرات في داخل هذا الكلام. تمام. لو تلاحظ في هذا الحديث الاتي انها تعترف على نفسها قبل شوبير. انها هم الاثنين دخلوا، هم الاثنين هربوا. تمام. مفيش حد هيتاجر عشان يتكلم عن نفسه. ادي واحد. اثنين، واضح ان في خلاف مالي بينهم على صفقه غير مشروعه، وبتقول لك انا هروح لمرتضى منصور اللي هم ال 112,000 دولار الاخرانيين داخل الصفقه. هروح لمرتضى منصور وهو محامي قوي بشوف في التلفزيون. لو انا اللي مسلطها، دي بتتكلم عن واحد كل معلوماتها عنه انها بتشوف التلفزيون. مش معنى انت اختارتك تبعته السي دي. هي قالت كده. قالت انه محامي قوي وشوبير بيخاف منه. قابلتها حضرتك؟ ولا مره. التقيت بيها؟ اقسم بالله. انت قبل ما تروح للنائب العام لازم تتاكد ان الشخصيه دي حقيقيه؟ لا انا اتاكدت انها شخصيه حقيقيه من غير ما اقابلها. ازاي عملت ايه؟ ما هو مش فيه كاتبه عنوان. بعت تحريات طلعت مظبوطه. فرحت مبلغ النائب علي النائب العام، والنائب العام بقى يجيبها ويجيب وعد ويجيب رانيا ويجيب احمد شوبير ويجيب الناس دي. وعشان كده بقول له يا احمد شوبير لمصلحتك الحصانه تترفع عشان تظهر الحقيقه. لكن طول ما انت مستخبي جوه الحصانه جوه الحضانه، وراح الدكتور فتحي سرور تقول يا دكتور ما تنساش ان انا كنت بعمل لك ندواتك ومش عارف الدورات بتاعت الكوره في السيده زينب وانا اللي بوزع الجوائز. الكلام ده كلام كله هبل. خلينا في الموضوع ده. سي دي خطير وده خطير. عايزين نحقق يا استاذ عمرو ونوصل للحقيقه. اذا اللي احنا قدامه ده النهارده اعتقد يعني احنا الاول كنا بنتكلم على سي دي غامض مش موجود مش شايفينه. احنا الحقيقه سمعناه كلنا. يبقى تحقيقات النيابه العامه بالظبط. ويبقى على النائب المحترم الكابتن احمد شوبير ايضا الذي نكن له كل تقدير واحترام ان هو كمان لازم يرد